وبركاته. معاكم أدهم من قناة أدهم جيمر. النهاردة هوريكم خطط جديدة أنا اللي مكتشفها، خطط معرفش انتوا شفتوها قبل كده ولا لأ. هوريكم يا جماعة، بصوا الخطة دي خطة 3-1-4-2. معرفش تقريبا بص دول اللي يقدروا يبقوا نص ملعب هجومي، يعني دول بيهاجموا مع الأجنحة ومع 2 رؤوس حربة. طبعا ده طبعا بعمل عنه فيديو، لو عايزين تروحوا تشوفوا ده أول فيديو نزلته في السلسلة، زيت جواهر مجهولة. بصوا يا جماعة، الفرقة دي اللي عايز التشكيلة دي بتروح على زر انفورميشن و دريم تيم، بتخش هنا كده على اسيا AFC وبس تختار تالت فريق اهو ده. دي كده اول تشكيلة، حتى بص عشان اكد لكم اهو هي دي التشكيلة. تخش او تخش على تشانج، تختار ديفولت تجيلك الفرقة برضه تكتب تعملها IMF زي ما قلت لكم. دي اول تشكيلة. ثانية هوريكم تاني تشكيلة. بس يا جماعة التشكيلة التانية اهي، التشكيلة التانية بتاعت نادي عربي، معرفش تعرفوها ولا لأ. لو تعرفوا يعني اي تشكيلة بالتشكيلة دي انتوا تعرفوها او شفتوها قبل كده اكتبوه في التعليقات، او بتختار نادي الغرافة اهو، تختاروا النادي ده. بعد كده بتخرجوا بس يا اصحابي، بتخشوا على هنا على الخطة بتختاروها اهي، خطة 4 خطة 5-4-1. خطة نادرة على ما اظن يعني، انا تقريبا مشفتهاش قبل كده، انا بشوف خطط من زمان، دي تقريبا مشفتهاش قبل كده. ف بس في لسه ناس لسه تقريبا 3 خطط كمان، بس احسن خطة اخر خطة دي مميزة، محدش نازل عنها قبل كده. ماشي تمام، خليكم معايا. ماشي يا اخواتي، هوريكم دلوقتي التشكيلة التالتة. نخش برضو على نفس الدوري، نختار فريق، هو ده الفريق الاخضر ده اهو. بعد كده بنخش على التشكيلة طبعا، تشكيلة 5-2-3، تشكيلة نادرة برضو مشفتهاش قبل كده. تشكيلة حلوة جدا، هتلعب ب5 دفاع، 2 نص ملعب، 3 هجوم. تشكيلة مميزة جدا في الهجمات المرتدة، بس أهم حاجة الجناح يكون بروفايك عشان تعرف تعمل هجمة كويسة. راس الحربة يكون جول بوشر عشان يساعدهم في انه يوديلهم كور كده وكده. نص الملعب طبعا يعني زي ما انتوا عايزين، ممكن بوكس تو بوكس ويهاجموا، يكون اورشايتسر ويدافع مع ال5 لو مثلا انت عايز تدافع قوي. بس دي الخطة التالتة. بس انا هشارك الخطة اللي بعديها. اخواتي بصوا التشكيلة اللي بعديها، لسه نازل 3 تشكيلات. التشكيلة اللي بعديها برضو في نفس القارة، في نفس الدوري. هي دي التشكيلة، الفريق ده كيتشي SC اهو، الفريق ده يا جدعان. تمام، التشكيلة دي دفاعية برضه زي اللي قبليها، بس 4 دفاع، 4-1-2-2-1 حاجة زي كده يعني. تشكيلة حلوة لو ده مثلا بتحب تدافع قوي جدا. هي بص مفيش بس أي حد هيهاجم غير الاتنين دول، محدش هيهاجم غير الاتنين دول مع راس الحربة، كل دول بيدافعوا، بالذات لو دول أورشايتسر زي ما قلتلكوا هيرجعوا يدافعوا مع دول نص ملعب مدافع. تشكيلة حلوة جدا، دفاعية وهجومية، بس لازم يكون الأجنحة سريعة. بس كده ناقص خطتين أو خطة، تقريبا خطتين أهي. ماشي مع الخطة اللي جاية تقريبا أظن يعني ممكن تكونوا شفتوها قبل كده أو مشفتهاش، إنها خطة يعني قليلين أوي اللي عملوا عنها. دي الخطة الوحيدة يعني اللي أنا شفتها على اليوتيوب قبل كده، بس أنا بستخدمها عن نفسي في الدوري الإيطالي. نادي جينوا، بس أنا مش لاقي النادي. طب استنى ارجع هدور على النادي وارجع لكم. معلش يا اخواتي اتلخبطت في الدوري، هو مش دوري ايطالي، هو دوري ايطالي درجة تانية، هو نادي جينوا. طبعا هو عشان كان في الدوري الايطالي فانا اتلخبطت في نادي جينوا. برضه عنده تشكيلة حلوة جدا، انا نفسي كنت بلعب بيها في فترات يعني. بتعتمد على اللعب في نص الملعب مفيهاش اجنحة. تشكيلة 4-3-1-2، تشكيلة حلوة جدا طبعا. 4 دفاع و3 نص ملعب،
وواحد نص ملعب مهاجم، ويا ريت لو يكون يعني يكون كريتيف بلاي ميكر زي برناردو سيلفا، واتنين مهاجمين الأحسن إن هم يكونوا صراع، يعني واحد زي مبابي وواحد يكون بيخلص زي ايفانيتش. فيديوز طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ليه فيديو على القناة، يعني مش هتكلم في الحوار ده كتير. لسه كان ناقص آخر تشكيلتين، والتشكيلة الأخيرة مفاجأة زي ما قلت لكم، تشكيلة حلوة جدا. بس كان دلوقتي ناقص آخر تشكيلة. آخر تشكيلة دي يا جماعة اللي هي على هحطها صورة للفيديو عشان ده داخل عشان صورة الفيديو. دي التشكيلة بتاعت يعني التشكيلة اللي في الصورة. خش على أوروبا، الدوري الإنجليزي درجة تانية، بتلاقي نادي اسمه هو ده كوفنتري بي، هو الفريق ده. مش كده يا جماعة، أنا اللي لقيتها، كنت أنا بدور في التشكيلات عشان ألاقي لكم أحسن تشكيلات. يا لايك واشتراك قبل ما تشوفوا التشكيلة، ولو فيديو عجبك يعني تشتركوا في القناة. هقرا معايا التشكيلة: 3-5-1-1. تشكيلة نادرة جدا، مشفتهاش قبل كده تقريبا أي حد عمل عنها فيديو. تشكيلة كويسة ونادرة جدا، ويعني تلعب الأجنحة بتهاجم وبتاع ده، ونص الملعب يعني دول بيبنوا مع الراجل ده كرويف، بيودي على الأجنحة، وطبعا في راس حربة. بس لازم تكون بتعرف تلعب في 3 دفاع، وكان عندك نص مدافع قوي زي كيميتش، يكون أورشيتسو، يكون يعني الكلمة اللي أنا قلتها غلط دي يكون يعني نص مدافع قوي. طبعا الأجنحة بتكون سريعة، بس مش لازم يكون سرعة أوي، يكون سرعة عادية. بس دي التشكيلة يا اخواتي، دي التشكيلات. يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اشتركوا في القناة واعملوا لايك عشان اعمل فيديوهات جديدة. واي لعيبة انتوا عايزين اعمل عنها فيديوهات قولوا لي وانا هعمل عنها في تشكيلتي، او ممكن ادور عليها انا في اي تشكيلة تانية. وبس.